رقم واحد، هتلاقي الشخص عايز يظهر إنه عايش حياة من السعادة غير طبيعية، سعادة مبالغ فيها جدا وموضح ده على السوشيال ميديا، سواء في البوست بتاعه أو الحالات بتاعته. رقم اتنين، بيتكلم عنك وحش للأصدقاء المشتركين ويحملك كمان مسؤولية الانفصال وإن هو عمل كل اللي عليه عشان العلاقة دي تنجح وتستمر. جايز انت تشوف ان السلوك ده سلوك سيء، وهو فعلا سلوك سيء انه يشوه صورتك وسمعتك وسط الاصدقاء، لكن هو بيفكر انه كل ما بيتكلم عنك بشكل سيء فده بيستفزك وممكن ترجع تكلمه تاني. رقم ثلاثة، متابعته ليك على السوشيال ميديا، يعني بيشوف بوستات ليك لكن ما بيتفاعلش معاك، هو بس بيتابعك على السوشيال ميديا حتى لو انت كنت عملت ليه بلوك مثلا. ولاحظ كده هتلاقي ان في حسابات جديدة بدأت تظهر عندك وبتتابعك. رقم أربعة، تلاقي الشخص بدأ يظهر في أماكن كتير من الأماكن اللي أنت متعود تروحها أو بتبقى موجود فيها، على أمل إنه ممكن يقابلك يشوفك وفرصة كلامكم ترجع تاني.